دايما انذار، وعلامات التمدد وهي حمراء بتقولك الحقيني دلوقتي قبل ما تحول لبيضه وما يبقاش في رجوع. عارفه اللعبه اللي لما تضغطي عليها تطلع فتحات وتشوقات ومفيش حاجه تملى الفتحات دي؟ او ده بالظبط اللي بيحصل في جلدك. طبقات الجلد هي اللعبه، والكولاجين هو اللي ماسك طبقات الجلد ببعضها ومخلي شكلها قوي، بس للاسف مش بيلحق يملى التشوقات والفراغات دي. ايوه، لازم نستخدم حاجه تزود الكولاجين عشان نملى الفراغات دي. الروتين الصح اللي هيعالج لك علامات التمدد الحمراء لازم يكون فيه 3 حاجات: تحفيز الكولاجين، تهدئه الالتهابات، ترطيب عميق وتقشير. عشان تزودي الكولاجين ممكن تستخدمي جل سيليكون زي سكارو او نولافيل انتي سكار، بيزود تكوين الكولاجين وكمان بيمنع الرطوبه انها تطلع من الفتحات دي. وتهدي الالتهابات ببيبي كريم او سترايا كلير، لان فيهم مواد بتهدي الالتهابات وكمان بترطب بعمق شديد وكمان بتقوي حاجز البشره. وكمان ممكن تجيبي مرطبات السيكا او السنتيلا، لانها بتعمل ال3 حاجات مع بعض، بترطب وبتهدي الالتهابات وكمان بتزود تكوين الكولاجين، زي شان او انفينيتي او سورالون. واخر خطوه هي التقشير، بس طبعا بعد ما تهدى الالتهابات. اهم ماده تقشير هي الريتينويد زي الاكريتين والادابالين، مره واحده كل يوم بالليل قد حبه الرصايه على المكان بمساج خفيف لمده دقيقه. هتقولي لي استخدمتهم بس مفيش فايده برضه، وانتي تعرفي انها بتاخد من 3 ل 6 شهور عشان تلاقي نتيجه فعلا، وشكلها وحجمها بيبداوا يقلوا بالتدريج. ولازم تعملي الروتين ده كل يوم في خلال ال3 شهور دول. ازاي بقى تحطي الروتين ده؟ تجيبي الكريمات دي زي الاسترايا كلير وتحطيهم على المكان، وبعدين تحطي عليهم مرطبات السيكا والسنتيلا وتفصلي بينهم ساعه عشان نتاكد انهم اتشربوا. وبالليل هاتي المقشر وحطيه على علامات التمدد الحمراء، واما يتشرب او تشيليه حطي مرطبات السيكا. وما تنسيش بعد ما تحطي اي منتج من دول تعملي مساج لمده دقيقه عشان يزود الدوره الدمويه ويزود امتصاصها. طب لو للاسف اتحولت لبيضه وما لحقتيهاش، اعملي سبسكرايب وفعلي الجرس عشان الفيديو الجاي هقولك ازاي تعالجيها. اشوفكم الفيديو الجاي.